السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا راحة البال. اليوم بغيت نبدأ بواحد السؤال: واش عمرك فكرتي بلي شي حاجة صغيرة كديرها كل نهار تقدر تبدل حياتك كاملة من هنا عامين ولا 5 سنين للأحسن أو الأسوأ؟ ما كنهضرش على قرار كبير، ما كنهضرش على مشروع ضخم أو لا تغيير جذري، كنهضر على عادة صغيرة اللي كتعاود كل نهار ولكن اللي كدير فرق كبير. كتعرفوا داك المثل اللي كيقول قطرة بقطرة يحمل الواد؟ راه هو هذا. اليوم ما غادي يبانش لك شي فرق، من هنا سيمانة ما كاينش شي فرق، من هنا شهر مازال ما باين والو، ولكن من عامين ولا 5 سنين حياتك غادي تتغير وتختلف تماما. في هذه الحلقة غادي نهضروا على العادات الصغيرة وكيفاش نقدر نستعملوهم لصالحنا بدل ما يكونوا ضدنا. خليكم معايا حتى الأخير، حيث ممكن تخرج من هذه الحلقة بقرارات صغيرة اللي قد يبدلوا مستقبلك كامل. شنو هما العادات الصغيرة؟ العادات الصغيرة هي داك التصرف اللي كنديروه لا بلا مجهود، بلا ما نفكروا فيه بالضرورة، كيدوز بلا ما نحسو. بحال مثلا شنو هي أول حاجة كديرها باش كتفيق الصباح؟ واش كتهز التليفون، ولا كتنوض نيشان، تغسل وجهك توجد الفطور وما إلى ذلك، تدير حركات رياضية. المهم كل واحد وشنو. والمشكل هو أننا حنايا ما كنلاحظوهمش، كنقولوا صافي في النهار داز عادي، ولكن إلا دققتي فيه وفي التفاصيل ديالو كتلقى بزاف ديال الحويجات قد يكونوا مزيانين وقد يكونوا خايبين اللي ممكن نغيروهم واللي كيديروا فرق كبير. وهنا كتجي الأهمية ديال العادات الصغيرة أو السر اللي هو كيكمن في التكرار، تاع أن كل نهار واخا هي صغيرة في الحجم ولكن في التأثير على المدى البعيد كبيرة. وهنا ضروري خاصنا نعرفوا واحد الحاجة، أن العقل ديالنا كيبغي النتائج السريعة والمغرية. العقل ديالنا معكاز بزاف ما كيبغيش يدير مجهود. داكشي علاش خاصنا نجيو ليه غير بالحيلة. مثلا نعطيك واحد المثال: كتجي في الاخر ديال العام كتقول بغيت ندير، تحط مجموعة ديال الأهداف. مثلا بغيت نبدا الرياضة ونقرا بزاف ديال الكتوبة، ناكل صحي. هادشي كلشي زوين، ولكن للأسف أنا بدا كنهضر على تجربة شخصية. كيقدر يدور العام وكنلقى راسي ما درت والو في دوك الأهداف اللي كنت حطيت في الأول ديال العام، وكتقول ماشي مشكل خليهم نأجلهم للعام اللي جاي وهي غادا. ولكن إلا جينا نشوفو، إلا شديتي دوك الأهداف وقسمتيهم لعادات صغيرة كلشي غيتبدل. من هنايا عام غتلقى راسك حققتيهم. مثلا بغيتي تقرا مثلا كتب، كتوجد واحد ليستا ديال نقولوا ديال 10 ديال الكتب. إلا بقينا حاطينهم هكا كتوبة كبار هكا ما غاديش تحفز الدماغ أنه غتجيك ثقيلة ومعكاز ولكن إلا جيتي قسمتيها في النهار، قرا 2 صفحات، 2 صفحات، ومن نهار على نهار تقدر مثلا تعجبك وتكمل وتزيد في الصفحات من نهار على نهار، وهانت كملتي كتاب وكدوز لكتاب آخر وكيجي لآخر العام كتلقى راسك قريتي بزاف ديال الكتوبة اللي كنتي حطيتيها في الأول. باغي دير الرياضة مثلا، ما كنقولش أنك تمشي لاصال ولا دير واحد ليكزارسيس اللي هو قاصح بزاف باش أنك تبدا، إنما بغيت تمشى واحد 10 ديال الدقايق كل نهار وتبقى تزيد شوية شوية في المجهود. نص ساعة شوية، تبدا تجري شي شوية شوية حركات وهي غدا، وغادي تلقى راسك بالآخر د العام أن تحسن المردودية ديالك وكتحرك وفخور براسك. وهادشي الأمثلة كتيرة بزاف وممكن نطبقوها على جميع الأصعدة. مثلا حتى في الماكلة ديالنا نقدو واحد الحاجة ندخلوها في الماكلة ديالنا اللي هي مزيانة ونتعودوا عليها، غتمشي عليها
ديما. وهذا الشي بطبيعة الحال كينعكس على الصحة ديالك، لا النفسية ولا الجسدية. والعكس صحيح، إلا عاوتاني ولفتي شي عادات اللي هي خايبة آمم، كينعكس سلبًا على صحتك النفسية والجسدية. ونقولها ونعاودها، ما تسناش النتيجة الفورية، راه النتيجة ما غاديش تبان، ما تبانلكش في شهر، ما غتبانلكش في سيمانة، ما تبانلكش في نهار. ما كايناش نتيجة فورية ديال العادات الصغيرة. النتيجة ديالهم كتبان من عامين للفوق، ولكن خاص المداومة. كتخدم بصمت، كتخدم ببطء، ولكن ملي كتوصل للنتيجة كتكون جذرية. تخيل معايا شخص كيضيع ساعة في النهار في سكرولين في الستوري. نهار عادي ما غاديش يبان لك شنو الفرق. في أسبوع عادي تقول من بعد زعما حيت كتشوف داكشي في النهار نورمال. من هنا عام 365 ساعة، يعني تقريبا 15 يوم من حياته غير في التليفون. دابا تخيل في نفس الساعة في الرياضة، في قراءة، في تعلم شي حاجة، نفس الوقت ولكن النتائج مختلفة. وفاش كنقول 15 يوم يعني 24 ساعة، يعني نهار كامل. تخيل راسك كدير غير هاد الشي. الفرق واضح وكبير. إذا فهمنا أن حياتك من بعد 5 سنين ما غاديش تكون نتيجة قرار واحد كبير، وإنما نتيجة عادات صغيرة مكررة. هادشي مثلا شنو هو التأثير ديالو على الصحة النفسية ولا على النفسية ديالك؟ إلا كنتي كل نهار كتقول لراسك أنا ما نقدرش، أنا ما عنديش الزهر، الناس الآخرين أحسن مني، راك كتدرب دماغك على الضعف، وكتهز ثقة في النفس ديالك بلا ما تشعر. وإلا كنتي كتقول أنا غنحاول، غنتعلم، كلشي غيكون مزيان، يعني جمل اللي هي إيجابية ومحفزة، راك كتدرب دماغك على النمو وعلى الاستمرار وعلى النجاح. نشوف كذلك على الصحة الجسدية. مثلا زيادة بسيطة في السكر كل نهار، لا ضروري أنك تاكل شي حاجة حلوة كل نهار. دابا ماشي مشكل، ولكن من بعد سنوات كتولي مشكل وكبير بزاف. تمشيتي كل نهار 10 دقائق، دابا ما كتبانلكش شي حاجة، ولكن من بعد سنوات كتولي في صحة أحسن. وتقدر هادشي أنك تزيد شوية بشوية، كتزيد تطور من هاد العادات الزوينة نقول. إذا اتفقنا غادي نبداو ياكو وما نبداوش بشي حاجة كبيرة، غنبداو بداك الشيء الصغير. مثلا غنتفقوا باللي غادي نوليو نقراو صفحة، ما نقولوش ساعة في النهار، لأن إذا بدينا ساعة في النهار غادي نوقفو. خصنا نخليو قاعدة أننا ما نتقلوش الدماغ ديالنا، ما نعطيوهش شي حوايج اللي تعكزو، نعطيوه شي حوايج اللي بساط اللي يقدر عليهم واللي نقدروا عليهم نقدروا نديروهم. إذا بلاص ما نقولوا غادي نقراو ساعة في النهار، غادي نقراو صفحة في النهار. ومع الاستمرارية غنقراو كتوبة. يعني القانون هو صغر العادة حتى تولي عندك، ما تخليش عندك الأعذار. مثلا غنفيقو في الصباح، الناس اللي كيشدو التليفون أول حاجة في الصباح ما غاديش يوليو يشدو التليفون أول حاجة في الصباح. أول حاجة غادي نوض، غادي نتكسل كي كنقولو، ونوض نيشان ونغسل وجهي ونفيق مع راسي ونصوب الفطور ديالي. ومن الفطور غادي ندوز للماكلة، مثلا ندخلو ضروري واحد العنصر مزيان ومفيد للصحة ديالنا في العادات الغذائية ديالنا، وما غاديش نتخلاو عليه. يا إما نقصوا السكر ولا نزيدو شي حاجة اللي هي مفيدة، شي فواكه، شي حاجة بشي طريقة اللي كما بغيتوها، أولا سلطة، أولا
مهم ندخّلو واحد العادة صحية في الغذاء ديالنا، وهي غدا. وشتي بالنسبة حتى للشقة ديال الدار، آآ أنك تعتمد واحد العادات. مثلًا أنا وليت أعتمد واحد العادة تاع تيقولها 5 ثواني. يعني كنكون كنوجد شي حاجة، أنني فاش نسالي من الحاجة، آآ ما كتاخدش ليا أكتر من 5 ثواني أنني نرجعها لبلاصتها. وبذلك أنني في الآخر كنلقى راسي ما عنديش بزاف ديال الروينة، ديال التروبيل، عارفة كل حاجة فين كاينة، كنسالي من الحويجة كنجمعها. ولات عندي فعلًا عادة، ما بقيتش كنفكر فيها en fait، ما بقيتش كنديرها بلا ما نفكر. كذلك مثلًا ما بقيتش كنخلي الماء ديال ديال العشا، ديال الليل، فريمون ديال الليل هُما اللي كنت كنعكز عليهم، تنقول خليتها في الصباح ونغسلهم. ما بقيتش كنديرها، ولات عندي عادة، وليت أنا شي مرة إلا كان الحال ماشي هو هداك وعكزت عليها وخليتها، ماشي ديما، كنفيق الصباح وكنشوف داك المنظر ما كنحملوش، وبديت كيبرزطني. والعكس صحيح، فاش كنفيق الصباح وكنلقى كلشي مجموع، كلشي بلاصتو، الدنيا نقية، كتكون عندي واحد الراحة نفسية، وكنقدر نوجد الفطور ديالي في خاطري في واحد البلاصة اللي هي نقية. هادشي باش نوصل لكم أن العادة إلا تبنات كتبقى، ما كتبدلش. فعلًا. حاولوا بما أمكن أنكم تدخّلوا عادات زوينة في اليوم ديالكم. وفي نهاية الحلقة خليني نقول لك بأن حياتك دابا هي نتيجة عاداتك السابقة، وحياتك في المستقبل غادي تكون نتيجة العادات اللي غادي تختارها اليوم. وغير بداو، راه كي كنقولوا صعيب غير البدو، حيت تبداوها صافي غتولي عادة وغتبقى مكملة معاكم. و قولوا لي شنو العادة الصغيرة اللي قررتوا أنكم تبداو بها ولا تبدلوها في اليوم ديالكم. خليوا لي تعليقكم. إلى عجبتكم الحلقة شاركوها مع شي واحد اللي خاصو يسمع هاد الهضرة، وخليوا العادات الصغيرة ديالكم تخدم لصالحكم ماشي ضدكم. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، وخليتكم على خير.